لو اي حد هيطلع يقلل من النادي الاهلي عشان خسر 4 من الريال، افهم اللي هو ملوش في الكوره خالص، يعني ملوش دعوه بالكوره. الريال ده في حته تانية خالص، بيلعبوا الناس دي بتلعب كوره مختلفه عننا خالص، بعيد عننا خالص. فما تقارنش. رغم ان الاهلي خسر 4 من الريال، كان قادر اللي هو يفوز على الريال. الاهلي ضيع فرص غريبه النهارده، راح كتير. محمد عبد المنعم راح، قفشه راح، الشحات راح، انانيه شريف شويه. لا الاهلي النهارده راح كتير، وكان قادر لو تركيز 5% كان جاب، كان احرز هدفين ثلاثه من اللي راح. عكس الريال بيروح يجيب على طول، بيروح عند الجون بيسجل. ده التركيز، ده فرق لعيبه، هو كواليتي لعيب. بس الاهلي النهارده لعب كوره، لعب كوره. شرف مصر، شرف مصر. ايه أربعة عادي، ما هو بيلعب الريال يا جماعة عادي، يعني مش فاركو، ما بيلعبش فاركو. لكن أنا شايف من وجهة نظري اللي لعيبة الأهلي اللي كان عندها تركيز النهاردة كهجوميا 10% زيادة، كان سجلت الأهداف دي، كان النتيجة اختلفت تماما. ولو في تركيز من الدفاع بتاع النادي الأهلي شوية، كانت النتيجة اختلفت تماما. دفاع الأهلي النهاردة مش موجود، متولي وعبد المنعم وغيره وغيره وغيره. مفيش تركيز خالص في الدفاع. الاهلي مسك كوره، مسك كوره. احرج ريال مدريد، احرجه جدا، كان قريب جدا. لو قفشه ركز جدا شويه كان جاب. عبد المنعم لو كان ركز كان جاب. الشحات كان كويس. شريف حسيت اللي هو بيأنن في كام كوره. لا الاهلي النهارده شرف مصر، شرف مصر. زي ما الزمالك شرف مصر ولعب كرة حلوه، والاهلي بتوع الاهلي شجعوه ساعه ما كان بيلعب النجم الساحلي، لما خسرت 5-1 هناك وجيت كسبت 3، مصر كلها شجعتك. اما الاهلي قابل الصفاقس 2006 2007 باين، وهدف ابو تريكه، مصر كلها كانت بتشجع الاهلي. والنهارده انا فخور اللي عندي فريق اسمه النادي الاهلي، كان ند بالند للنادي الريال، باختلاف الكام كوره ده اللي هي جت كده. يعني مش عارف، متولي ما كانش مركز خالص. لو كان في تركيز شويه دفاعيا كان النتيجه اختلفت. انا شايف الاهلي قدم كره كويسه جدا. هو اختلاف لعيبه في برضو، يعني في فرق بين الكوره بتاعتنا والكوره بتاعتهم برضو. فانا شايف اي حد يطلع يستظرف على النادي الاهلي يبقى معلش انت، لا انت مش موجود معانا خالص، يعني مش، يعني انت، لا انت مالكش فيها. وبالنسبه لعمرو الدرديري، يعني كاتب بوست سريع جدا بيقول لك ايه، وبتعالى خد حقي من فاركو. لا خلي فرقتك هي اللي تاخد حقها من فاركو. انا كزملكاوي ما احبش النادي الاهلي يجي ياخد لي حقي من فاركو. الراجل بيلعب مع الريال اللي مقفل اللعبه زي ما بيقولوا. فانت بتقارن مين بمين؟ لا انت خلي فرقتك تاخد حقها من الفرقه اللي هي كسبتها. مش الاهلي هيجي يعني ما هو ممكن يقول لك بقى تشطر على هياخد لك حقك من مين؟ من فاركو ولا من غزل المحله ولا من اسوان ولا من بيراميدز ولا ايه؟ فبعد اذنك بلاش استظراف ملوش اي معنى. النادي الاهلي في حته دلوقتي وبيلعب في حته، واحنا بنلعب في حته. احنا مش عارفين نلعب الكرة اللي احنا، لو احنا بنلعب كورة اصلا كدوري مصري اصلا كله على بعض كده بنقدم كورة. لا خلينا في حالنا، وخلي بقى الريال والناس دي في حالها. الاهلي دلوقتي مصنف مع الناس دي تالت عالم ان شاء الله، مع هيقابل فلامينجو ان شاء الله تالت عالم. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.